طيب أنا كطالب عمارة أو مهندس معماري أو مصمم، المفروض أعمل إيه علشان أبتدي إن أنا أصمم المباني بتاعتي على أساس زي ما قلنا إنه للأسف معظم الطلاب بيغلطوا غلطة رفيعة شوية. في سنة تانية عمارة عندنا مادة اسمها تحكم بيئي، بتختلف محتويات المنهج بتاعها من كلية لكلية، ولكن هي موجودة. إحنا كلنا مش بنهتم بالمادة، بنعتبرها مادة زي أي مادة بتعدي بناخد فيها درجات وخلاص، ولكن هي مادة مهمة جدا لأن هي بتعرفنا على أساسيات التصميم البيئي اللي أنا المفروض أراعيها في المبنى بتاعي. يعني مثلا لازم أعرف إزاي أراعي حركة الشمس، شدة الإشعاع الشمسي اللي موجودة، لأن كل حاجة ليها قوانين. زوايا سقوط الشمس على الوجهات المختلفة للمبنى، التهوية الطبيعية، حركة الهواء ليها قوانين معينة. يعني هي سبحان الله مش حركة الهواء كده مش ماشية كده وخلاص، لا، في قوانين معينة وفي فروق الضغط بره المبنى وجوه المبنى لازم اراعيها ولازم احققها عشان اعمل الكروس فنتيليشن. فالقوانين والقواعد دي لو انا ما عنديش درايه بيها او ما حاولتش ان انا اقرا عنها باي شكل من الاشكال، يبقى دي عندك مشكله كبيره جدا لو انت ناوي تكمل في موضوع التصميم البيئي او تكمل في الكارير كمصمم بيئي. يبقى أنا لازم يكون عندي وعي كامل بأساسيات التصميم البيئي وبالقوانين المختلفة اللي بتتحكم في توفير الراحة الحرارية جوه المباني. يبقى دي أول حاجة لازم أشتغل عليها.